بتبدأ حكايتنا مع آياتو اللي بيكون رايح على أكاديمية السحر، والمناسبة بيكون أول يوم ليه في الأكاديمية، وبيتفاجئ إن في منديل بيكون واقع عليه، فبينط باستخدام قوته السحرية علشان يرجع المنديل. فالبنت اللي هناك بتكون متفاجئة جدا وبتكون متضايقة. المهم إنها بتفعل هجوم سحري وبتهجم عليه، وبعد كده بتنزل وراه، والطلاب طبعا بتتجمع حواليهم علشان هما بيكونوا بيتخانقوا. ولكن آياتو يطلب منها إنها توقف كده علشان هو ما كانش قصده أي حاجة، وإن هو قصده إن هو يرجع لها المنديل وبس. فهي بتقول له عادي انا مصدقك، لكن تصرفك مضايقني، فيلا بينا نتبارز. وبعد كده هي بتعرفه بنفسها وبيكون اسمها جوريس، وبتكون احد اقوى الشخصيات في الاكاديميه. وبعد كده اياتو بيقول لها ان هو مش هيشارك في القتال علشان هو حتى مش بيكون معاه سيف. المهم ان هو بيتفاجئ ان في سيف اتحدف له من الطلاب، واللي بيكون في واحد من الطلاب بيكون رماهوله. فالمهم ان بطلنا بيلاقي ان مفيش اي حل تاني، فبيوافق على النزال. المهم ان هما الاتنين بيفعلوا سيوفهم، وجيرو بتقول له اللي هيدمر شرط التاني هو اللي بيكون فايز. المهم ان بعد كده هما الاتنين بيبداوا القتال، وهي طبعا بتستعمل سحر النار، وهو بيتفادى كل الضربات، وهي بترجع تهاجم تاني، وهي بتزود سرعه الضربات، وبطلنا بيتفادى الهجوم مره تانيه. الطلاب كلها بتقول ان الطالب الكحيان اكيد هيموت او جسمه هيتدمر. وبعد كده بنشوف جوريس وهي بتكون استعملت اقوى هجوم عندها، وبعد كده بنشوف بطلنا وهو بيهجم عليها على طول، وهي بتلاحظ فبتفعل الانفجار الذاتي. وبعد كده الكوره بتنفجر، لكن النار مش بتاثر في بطلنا يا صاحبي. وبعد كده بيدمر الكره الناريه وبيهجم على جوسي بكل غباء، وبيدمر الشوره بتاعتها، وفي واحد بيباغت جوريس وبيهجم عليها في وسط القتال، ولكن بطلنا بيهجم عليها وبينقذها من السهم وبعد ما بتصحى بتتفاجئ بالسهم اللي بيكون هجم عليها. وبعد كده بتطلب من بطلنا ان هو يهاجم تاني، لكن بعد كده رئيسة الطلاب بتوصل للمكان، وبالمناسبة انها بيكون اسمها ديا، وبتكون رئيسة الاكاديمية. المهم انها بتوقفهم وبتقول ان مفيش حد هيحارب التاني، لان اياتو لسه ما عملش كل اوراقه الرسمية. وبعد كده بتاخده للمكتب بتاعها وتفعل الشكل الثلاثي الاتباعات، وبتقول له ان بيكون في اكتر من اكاديمية واحدة زي يارد وجلد واكاديمية سيدو اللي بطلنا بيكون فيها يا صاحبي. وكل فترة طبعا بيتم عمل مسابقات بين كل اكاديميه، وبتقول له ان اكاديميه سيدو كانت واقعه في السنين اللي فاتت، وعلشان كده طبعا بطلنا لازم يفوز في المباراه اللي جايه ويتمنى اي امنيه هو بيكون عاوزها. لكن بطلنا بيقول لها ان هو مش هيعمل حاجه من الكلام ويعمل اي حاجه هو عاوزها. وبيسالها اذا كانت اخته هارو انضمت للاكاديميه، فهي بتقول له ايوه انضمت من قيمه 6 شهور واختفت مره واحده. بتقول له ان كل المعلومات عنها اختفت ومحدش يعرف هي شاركت في مسابقات ولا لا. وبعد كده بتعرفه باقوى سلاح في الاكاديميه، وبيكون اسمه سلاح لوكس، واللي حرفيا ممكن بضربه واحده يفجر مبنى بالكامل. وبتقول له ان حاليا اخته مش بتكون موجوده، فهو لازم يقرر هيعمل ايه. واتو بيقول لها ان هو هيقرر ان هو يعمل حاجه دلوقتي، وان الحاجه دي طبعا هتكون هدف، وبعدها هي بتديه السيف وبتقول له ده هيفضل معاك بشكل مؤقت. المهم ان بعد كده بيروح لفصله وبيقابل جونيس، وهي بتشكره على كل حاجه هو عملها، وبتقول له انها بتكون عاوزه ترد له الجميل، وان هو طبعا انقذها في القتال. وبعد كده هي بتمشي وبيظهر شاب ويكون اسمه ايشي، وبعد كده بيتعرف على بطلنا وبيقضوا اليوم كله مع بعض، وشكلهم كده بقوا اصحاب. وبعد كده اياتو بيساله لو كانت جونيس اميره فعلا، فهو بيقول له ايوه هي بتكون اميره لاحدى القرى الصغيره. وبيقول له لما اي حد بيسالها هي ليه لما هي اميره ايه اللي خلتها تنضم للمدرسه، فهي بتكون متعصبه جدا. وبعد كده بيقول له ان اي حد بيضايقها بتدخل معاه في مبارزه، ويقول له ان كل المباريات اللي هي دخلتها فازت فيها لحد ما حصلت على المركز الخامس على المدرسه. وبعد كده وهم ماشيين بيشوفوا كام شخص كده بيكونوا بيعاكسوا جريس، ويجي بيعرف اياتو ان الشخص المعدل ده بيكون اسمه مات، وان هو بيكون رقم 9 على المدرسه، وبيكون خسر كذا مره قدام جريس، وضل معصبه ومخليه كل شويه يلحقها. ولكن فجاه وهم بيتكلموا ماك بيهجم بهجمه بتدمر الارض حرفيا، ولكنها بتتفاداها في اخر لحظه وتسيبه وبتمشي من المكان. ولكن ماك مش بيسيبها ويمسك ايديها، والمنديل المفضل ليها بيقع من ايدها، وبعدها هي بتكون متعصبه جدا. وبعد كده هي بتفعل قوتها ويطلع حاله قويه جدا. وبعد كل اللي حصل اياتو بيروح عند ماك وبيطلب منه ان هو بيوقف اللي هو بيعمله وبعد كده بيقرر ان هو يهجم على بطلنا، لكن اول ما بيشوف ايشي وهو بيصور بيخاف على يحصل له اي مشاكل، وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي. واياتو بيروح عند شيسو وبيسالها لما هي بتكون اميره ايه اللي بيدخلها الاكاديميه، وبتقول له علشان شويه ظروف عائليه، وعلشان كده هتشارك في المسابقات علشان تكسب فلوس. وبعد كده هو بيقول لها ان هي طبعا علشان تشارك لازم يكون معاها فريق، وهي مش بيكون معاها اي فريق. وبعد كده هي بتتحرج من الكلام وبتقول له ان مفيش اي حد ليه علاقه بالموضوع وبعد كده بتيجي مكالمه لايش، وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. وبعد كده بطلنا بيطلب منها انها تاخده بكره جوله في الاكاديميه. المهم ان هي والشعب يحمروا وتكون مكسوفه على الاخر، فهو بيقول لها ان هو هيستناها بكره علشان تاخده جوله في المدينه. المهم ان اليوم بيخلص وبنشوف ايته وهو بيكون نايم، وبيكون بيحلم بيوم كان هو واخته وهما الاثنين كانوا متفاهمين جامد، وايته بيضيق يقول لها ايه السبب اللي مخلي ابوه يمنعه من القتال. وبعد كده هي بتقول له ان هو بيكون في قوه كبيره جدا بتكون مختومه جواه، وان القوه ديت هو لو ما سيطرش عليها هيدمر العالم، وان هو لما يكبر لازم يلاقي نفسه هدف وقوته هتظهر بالتدريج.
فيه. وبعد كده الواد بيشكرها على كلامها وبيصحى بعد كده بيتفاجئ ان كل دوت كان حلم. وبعد كده بيلبس وبيقوم وبيروح على الأكاديمية على طول. وبعد كده بيدخل الفصل وبيقعد مكانه وبيبص جنبه وبيكون يشوف بنت وبيكون اسمها صايا ويتفاجئ ان هو بقاله 3 سنين ما شافهاش. وبعد كده بيقعد جنبها وهي بتقول انها جت هنا بسبب ابوها، لان هو طبعا عالم، فعلشان كده هو دخلها الأكاديمية علشان تكون اقوى وتقدر انها تستخدم الاسلحة بتاعته. المهم ان هما الاتنين بيكونوا بيتكلموا وجليس طبعا بيكون بيبص عليهم وتكون متضايقة جدا وبيكون شكلها كده بتغير وشكلها كده صاحبي هتلعب مع آيته على الآخر. وبعد كده جوليس بتدخل الحمام وتظبط شعرها وبعد كده بترجع لآيته علشان يروح في الجولة، ولكن سايا بتقول انها هي اللي هتروح معاه، وهما الاتنين طبعا بيبداوا انهم يتخانقوا، ولكن آيته بيطلب منهم انهم كلهم يروحوا الجولة ديت. وبعد كده جوليس بتبدا انها تعرفهم على المدرسة والاماكن اللي فيها، وبعد كده بتتعرفهم على جزء وجزء لحد ما بيوصلوا للحديقة. وبعد كده سايا بتسأل جوليس ازاي عرفت آيته، وسايا طبعا بترد عليها وبتقول لها انهم بيكونوا اتبرزوا مع بعض. وسايا طبعا بتكون مصدومة جدا وبتقول لها انك عمرك ما تقدري انك تهزمي آيته، ان هو طبعا بيكون قوته كبيرة جدا. المهم ان هم بيتكلموا وبتهجم عليهم سهام كده وهم بيتفجدوها على اخر لحظه، وجوليس طبعا بتهجم على الراجل اللي ضرب السهام دي. المهم ان الراجل دوت بيهجم عليهم تاني وسايا طبعا بتضربه ضربه بتفرتك امه حرفيا. المهم ان هي بعد كده بتهجم عليه تاني وبتدمر احد القتله وبتدمر المكان كله حرفيا، وجوليس طبعا بتكون متفاجئه من قوتها الكبيره جدا ديت. وبعد كده بطلنا بيوصل للمكان. المهم ان الاتنين بيحكوا له على كل اللي حصل، وبعد كده هو بياخدهم وبيروح الاكاديميه وبيحكي لديا على كل اللي حصل، وبتقول ان القاتل ما فيش ليه اي اثر، وجوليس طبعا لازم يكون ليها حارس شخصي، وان هم طبعا دلوقتي مش هيقدروا يعملوا اي حاجه، فهو بيطلب منها ان هو يعمل اختبار الاس، وطبعا اللي بيعمل الاختبار دوت علشان ياخد السلاح، ولو نجح فيه هياخد السلاح. المهم ان بعد كده بتاخده وبتنزل للطابق السفلي، وبعد كده بيقابله ماك اللي بيكون هو كمان مقدم على الاختبار دوت، وماك بيكون دوره هو الاول، وبعد كده بيختار سيف لوكس ان هو بيكون اقوى سيف في الاكاديميه. وبعد كده دي بتفهم بطلنا ان الاختبار ان هو يختار السيف اللي هو هيناسبه، وعلى حسب التوافق اللي ما بينك وبين السيف، لو التوافق فوق 80% فانت هتاخد السيف. وبعد كده السيف بينزل، واول ما ماك بيمسك السيف بطلنا بيحس بحساب غريب ان هو بيكون متسلسل بسلاسل. المهم ان اول ما ماك يمسك السيف بيشوف توافقه مع السيف وبيكون 32%، فهو مش بيعجبه الكلام دوت وبيحاول ان هو يزود المعدل بتاعه، ولكن هو مش بيستسلم، لكن السيف بيرميه لورا. ولكن الصدمه ان نسبه التوافق ما بينهم بتقل لحد ما توصل 1.5%، والنسبه بتقل لحد ما توصل للسالب، وماك دلوقتي لازم يمشي بسرعه علشان السيف ممكن يقضي عليه في اي لحظه. وبعد كده لون المكان بيتحول للاحمر، لكن بطلنا بينطلق ناحيه السيف، وطبعا السيف بيبدا ان هو يهجم عليه، وطبعا بطلنا بيحاول ان هو يمسك السيف لكن مش بيقدر، وبعد كده بيهدي نفسه وبيرجع يحاول تاني. وفي اللحظه دي طبعا هو بيمسكه وبيقدر ان هو يسيطر عليه، ولكن الصدمه هنا ان التوافق ما بينهم بيكون 97%. المهم ان بعد كده دي بتطلب منه ان هو يروح عندها بالليل علشان هي بتكون عاوزه منه حاجه، وبعد كده هو بيروح لها وبيبداوا ان هما الاثنين يتكلموا مع بعض، وهي بتبدا تقول له ان كان في 4 متسابقين كانوا هيشاركوا في البطوله دي، وان الاربعه اتصابوا اصابات خطيره جدا، وهي بتقول له ان هم كلهم بيكونوا شخصين شاكين في شخص واحد، ولا بيكون هو مات، وواحد تاني بيكون اسمه هوك، لكن هم مش بيكون معاهم اي دليل ضدهم، ولازم ينقذوا الموقف علشان هم عارفين الضحيه التانيه واللي بيكون هي جوليس. وفي اللحظه دي جوليا بتطلب من بطلنا ان هو يراقب جوليس، وهي طلبت منه الطلب دوت عشان جوليس مش هتخلي اي حد يقرب منها غيره هو، واللي طبعا علاقتهم في الفتره الاخيره بدات تتحسن شويه. وبعد كده هو بيقول لها ما تقلقيش انا هنفذ اوامرك، وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي من المكان. المهم ان تاني يوم بطلنا بيروح على المدينه علشان هو وجوليس هيعملوا جوله جوه المدينه، وبعد كده هو بيقابلها وبيتفاجئ انها بتكون لابسه لبس تاني خالص، وبيعجبه اللبس دوت وبيبدا ان هو يمدح فيها، والبنت طبعا بتتحرك جامد وبتطلب منه انهم يكملوا جولتهم، وبعد كده بتبدا انها تعرفه في كل جزء فيها لحد ما بيشوفوا مطعم برجر وبيقرروا انهم يقعدوا ياكلوا فيه. المهم انها بتحب البرجر جدا، ان الاميرات طبعا مش بياكلوا البرجر، وبعد كده هو بيقول لها انها تخلي بالها لانها مستهدفه الفتره اللي جايه دي، ولازم انها ما تقاتلش اي حد وما تخرجش لوحدها، لكنها بترفض وبتقول انها ما بتخافش من اي حد. وفجاه بيظهر ماك من وراها وبيطلب منها انهم يتقاتلوا، لكنها بترفض ودوت بيعصبه جدا، وقيته هو كمان بيقول له ان هو يمشي دلوقتي، وده بيعصبه اكتر ويهجم عليه. وبعد كده اصحاب ماك بيقرروا انهم ياخدوه يمشوا عشان لو كمل اكتر من كده هيحصل له مشاكل. وبعد كده ايته بياخد جليس وبيقرروا انهم يرجعوا علشان يروحوا، وبعد كده بيشوفوا العصابتين دول وهما بيتقاتلوا، وبعد كده يتفاجئ ان في حد
بيهجم عليه. وبعد كده جوليس بتقول له ان هم كده وقعوا في الفخ وان العصابتين دول كانوا عاملين علشان يحاصروهم. وبعد كده بنشوف ان جوليس بتفعل قوتها وبتهجم عليهم وفي لحظه واحده بتخلص عليهم كلهم. وبعد كده جوليس بتمسك واحد كده وبتساله مين اللي طلب منك انك تعمل كده، فهو بيقول لها انا ما اعرفش مين اللي طلب مننا كده. وبعد كده هو بيقول هو الشخص دوت هو اللي بيكون طلب منهم كده. وطبعا هي بتجري ناحيته وبطلنا بيجري وراها، ولكن بتتفاجئ ان بيكون في حد عامل لها فخ وبتتفادى الفخ في اخر لحظه. وبعد كده بتتفاجئ ان في حد تاني بيكون بيهجم عليها، وفي واحد بيكون عامل نفسه هيهجم عليها لكن بيوجه الضربه لايته وبيصد الضربه في اخر لحظه بالسيف، والسيف طبعا بيتكسر. والقتله بعد كده بياخدوا بعضهم وبيهربوا، وجوليس طبعا بتروح تطمن على بطلنا وبتكون خايفه عليه جدا. وبعد كده بتقول له ايه السبب اللي خلاه ما يتفاداش الهجوم دوت، فهو بيقول لها ان قوته بتكون على قده، فهي بتقول له تمام ماشي. وبعد كده بتطلب منه ان هو يروح معاها علشان تخيط له الهدوم اللي اتقطعت دي. وبعد كده بيلاحظ صوره معاها مع شويه اطفال وبيسالها هم دول اصحابها، وتعرفوا انهم بيكونوا اصحابها، وبتحكي له انها وهي صغيره خرجت من القصر عشان تلعب وفي شويه ناس ضايقوها. وبعد كده خرجوا شويه الاطفال دول وساعدوها، ومن ساعتها وهي بتخرج من القصر وبتلعب معاهم. وتعرفوا ان الاطفال دول موجودين في دار الايتام، والدار الايتام دوت عايش لحد دلوقتي بسبب التبرعات، والتبرعات وقفت للفتره ديت علشان كده هم محتاجين فلوس، وعلشان كده هي دخلت الاكاديميه علشان تجمع لهم فلوس. المهم انها بتكمل كلامها وبتقول انها تكمل في المسابقات ديت علشان تكسب فلوس وتساعد الاطفال ديت، وهي دي بتكون رغبتها. وبعد كده بنشوف انها خلصت خياطه الهدوم، وبعد كده هو بيسالها عن المنديل دوت، فهي بتقول له ان اصدقائها عملوه وتعبوا فيه جدا علشان كده هي بتحبه. وايت واول ما بيسمع الكلام دوت بيزيد احترامه ليها جدا. المهم ان بعد كده بياخد هدومه منها وبيشكرها، وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي من المكان. المهم ان احنا بعد كده بنشوف ان هو تاني يوم راح للمدرسه وبيشوف جوليس هناك بتكون ماسكه رساله وبتكون متعصبه جدا. المهم ان هو بيكون قلقان عليها جدا، وبعد كده هو واقف مع صاحبه بتخش عليهم دي وبتكون ماشيه في المكان. المهم ان هو بيحكي لها على اللي حصل، وهي بتقول له ان في الموضوع دوت، وهو بيكون متضايق جدا ان هي ما حكتلوش على اي حاجه. ودي بتقول له هي بتكون واثقه فيك على الاخر وانت بتكون شخص غالي عليها جدا، وتقول له انها بتحاول تحميه من المشاكل، وهو بيفتكر اخته انها كمان كانت بتحب انها تحميه زي ما كانت جوليس بتعمل. وبعدها بيقرر ان هو يروح وراها، ودي بتديه السلاح بتاعه، وبعد كده بينطلق باقوى سرعه ناحيتها، وكل دوت علشان هو عرف هدفه ان هو عاوز يحمي الناس القريبين منه. وبعد كده بنروح لجوليس اللي بتكون موجوده في مبنى غريب جدا، وبعد كده بيجيها ضربه من فيها وبتقدر انها تصدها. وبعد كده بيظهر الراجل القاتل واللي بيكون صاحب ماك واللي بيكون اسمه سور، ودوت طبعا ما حدش كان متوقع ان هو اللي يكون عامل ده كله. وبعد كده هو بيضحك وبيقول لها انا اللي عامل ده كله، وبيقول لها ان مش ماك عمل اي حاجه وانا اقدر دلوقتي ان انا اخرج بكل سهوله، لكن انك تنسحبي من المباريات وكل حاجه. وبعد كده هي بترفض وبتطلع سلاحها وبتقرر انها تقتله لحد ما بيظهر ماك وبيكون مظلوم من كل حاجه. وبعد كده ماك بيقول له هو انت اللي كنت عاوز تقتل جوليس؟ فهي في جوليس بتقول له هو، ولكن من الواضح ان في اكاديميه دفعت له فلوس علشان يعمل كده، فهو بيقول له انت بتبيع في صحابك علشان الفلوس. وبعد كده هو بيرد عليه ويقول له اصحاب مين؟ احنا بنكون اعداء وانا هقضي عليكم دلوقتي. المهم ان ماك بيتعصب جدا وبيقرر ان هو يهجم عليه، لكن بيظهر الشخص التاني دوت ويصد الضربه. وبعد كده بيظهر اتنين كمان وبيشيلوا الهدوم اللي عليهم ويظهر انهم آليين، وفي النهايه طلعوا روبوتات مش بني ادمين. وبعد كده ماك بيقرر ان هو يهجم باقوى ضربه عنده وبيهبطهم كلهم في الحيط، ولكن هم مش بيستسلموا وبيقوموا تاني، وهو بيقرر ان هو يهجم عليهم تاني لكن بيظهر روبوتات تانيه كتير. المهم ان بعد كده هم بيقدروا انهم يصوبوا بالرصاص، وهو بيقع وبيتفاجئ ان بيكون في عشرات الروبوتات حواليه هو وجوليس. المهم انهم بعد كده بيقدروا انهم يعصروه، لكن جوليس طبعا بعد كده بتقدر انها تفعل قوتها وبتهجم عليهم بهجوم النار. المهم ان الروبوتات مش بتستسلم وتقدر انها ترددها الضربه تاني، والروبوتات طبعا بيكونوا قويين جدا. المهم ان بعد كده الروبوتات بتبدا تضرب عليهم نار، فجوليس بتقدر انها تصد ضربات كتير لحد ما في واحده بتقدر انها تصيبها، وحالتهم بقت صعبه جدا. المهم ان بعد كده الروبوتات بتمسكهم وبتهبطها على الحيط، وبعد كده بتعرف اللي دفع لهم علشان يعملوا كده واللي هي اكاديميه لينك، وتقول ان ما حدش يقدر يعمل روبوتات بالكميه دي غير الاكاديميه دي. المهم ان هو بيتعصب وبيقول لها ان هو كان ناوي يضربها بس، لكن بعد ما عرفت الحقيقه لازم يقتلها. وبعد كده بيقرر ان هو يهجم عليها بالروبوت ويقضي عليها. في اللحظه ديت بيوصل ايته على المكان، وبعد كده بيقدر ان هو يهزم الروبوت، وبعد كده بياخد جوليس وبيطلع للدور اللي فوق. وبعد كده هي بتقول له ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت دلوقتي حياتك في خطر. وبيقول لها هو ما يهموش ان هو حياته تكون في خطر، اهم حاجه ان هو يحميها، واهم حاجه دلوقتي ان هو يحميها. ودلوقتي هو بيكتشف
هدفه. هو دلوقتي لازم يكون معاها، وهي اول ما بتسمع الكلام دوت بتكون محروقه على الاخر وشكلها كده تلعب معاه. وبعد كده بيطلع لهم سور وبيهجم عليهم بالروبوتات. وبعد كده بطلنا بيشيل جوليس وبيبدا ان هو يهرب بيها، وبعد كده بيفعل قوته. ولا قوته مش بتتفعل، ده جزء من الختم بيتفعل. قوته بتكون اسطوريه جدا وبيهجم على الروبوتات وبضربه واحده بيقضي عليهم كلهم، وسور بيكون مصدوم على الاخر. وجوليس بتكون مصدومه جدا من قوه بطلنا وبتكون محروقه على الاخر بسبب ان هو شايلها بالطريقه دي، وهو مش عاوز ينزلها علشان لو نزلها هتكون في خطر. وبعد كده سور بيقرر ان هو يهجم باخر مجموعه من الاليين بتوعه. وبعد كده بطلنا بيبدا ان هو يتفادى في الهجمات ديت، وبيبدا ان هو يتفادى في الرصاص، وبيبدا ان هو يقطع فيهم، وبيكون بيفرتك في الفريق كله حرفيا، وبيبدا ان هو يفرتك في الاليين كلهم. وسور طبعا بيكون متعصب جدا وبيقول ان هو يفعل ورقته السريه. وبعد كده بيظهر الوحش الالي دوت وبيقرر ان هو يهجم عليه، وبعدها بطلنا بيفعل قوه السيف السريه وبيبدا ان هو يهجم على الروبوت وبيبدا ان هو يفرتك في جسمه حرفيا. وبعد كده سور بيجري على واحد من الروبوتات وبيفعل عليه سحر الطيران وبيهرب. وبعد كده بنشوف ان جوليس بتفعل قوتها وبتستخدم سحر النار وبيطير في الجو وبيروح ناحيه الواد سور، وبعد كده بيهجم عليه وبيقطع الروبوت. وبعد كده بنشوف ان سور بيقع على الارض، لكن بسبب قوته بيقدر ان هو يخفف الوقعه على الارض. وبعد كده بيتفاجئ ان هو لما بيشوف دي، وبعد كده بيهرب. وبعد كده بنرجع لبطلنا اللي بيكونوا بيتفرجوا على غروب الشمس وبيكونوا يعني عايشين اللحظه على الاخر. وبعد كده ايته بيتفاجئ ان بيكون في سلاسل حوالين رقبته، وبعد كده بيغمى عليه. وبعد ما بيفوق بيشوف جوليس قدامه وتقول له ان هو فضل يصرخ لحد ما اغمى عليه. وبعد كده هو بيعتذر لها وبيقول لها ان هو مش بيكون عاوز يسبب لها مشاكل، وهي بتكون زعلانه جدا. وبعد كده بتساله على السلاسل اللي كانت حواليه، وهو بيقول لها ان اخته اللي عملت فيه كده، وده كان من زمان قوي، وهي عملت كده بسبب ان قوته كبيره عشان كده ختمتها. وكل ده حصل بسبب ان في شويه طاقه اتسربوا من الختم. عشان كده الختم اتجدد مره تانية، وبيقول لها ان هو عاوز يكون معاها فريق، ولكنها بعد كده بترفض علشان هي خايفه لا يحصل له اي حاجه. وبعد كده هو بيقول لها ان هو ما ينفعش ترفض علشان هو قرر ان هو يعمل ايه، وهو قرر ان هو يحميها من دلوقتي. وهي طبعا بتكون محروقه جدا بسبب الكلام اللي هو قاله دوت. وبعد كده ايته بيقول لها انا مش بهزر والكلام دوت جد، وهي بعد كده بتقول له تمام. وبعد كده بنرجع لدي اللي بتكون بتلاحق سور، وسور بيبدا ان هو يهجم عليها لكن من غير فايده. وبعد كده هي بتفعل سيفها وبتقضي عليه بضربه واحده. وبعد كده بنشوف كاميرا بتكون بتصور، وبعد كده بنشوف البنت دي واللي باين عليها هي مخترعه الروبوتات. وبعد كده بتقول هي ديت البدايه واللي جايه اشد من اللي فات. وبعد كده تاني يوم بيتجمعوا رؤساء الطلبه من كل مدرسه، وفي وسطهم طبعا بتكون دي، ودوت طبعا اجتماع روتيني بيتم كل فتره علشان يحسنوا كل الاكاديميات. والمناسبه الواد دوت بيكون اسمه ليد، وبيقول لدي انهم بيعملوا اجتماعات سريه مع اكاديميه ليد، فهي بتقول له ان ديت مش اجتماعات سريه، وهي بتقول له انهم بيتعاونوا مع بعض، وكل دوت هيتذاع بعد كده. وبعد كده بيتكلموا على تحسين مرافق الاكاديميات. وبعد كده الاجتماع بيخلص، وبعد كده بنرجع لبطلنا ايتو علشان يقابل جوليس. وبعد كده بيتفاجئ ان هو بيخبط في البنت ديت، وبعد كده بيعتذر لها، وهي طبعا بتكون محروقه جدا. وبعد كده بنشوف ان الشخص دوت بيندى عليها، بعد كده هي بتودعه وبتسيبه تمشي. وبعد كده هو بيرجع لجوليس ويبداوا انهم يتدربوا مع بعض، وهي طبعا بتفعل قوتها وهو بيبدا ان هو يتفاداها. وبعد كده هي بتفعل سحر النار وهو بيبدا ان هو يتفاداها، لكن النار بتحرقه. لكن انتوا فاكرين ان هو خسر كده؟ الله والله. وبعد كده بيقدر ان هو يفعل قوته وبيقدر ان هو يكسر النار. وبعد كده بنشوف ان هو قدر ان هو يفوز على جوليس. وبعد كده هي بتساله ازاي هو قدر ان هو يفعل قوته ديت وفي اي وقت يعني، وهو بيقول لها في 3 دقايق، وهي بتقول له كويس جدا علشان كده هو يقدر يهزم اعداء في مستواها. وبعد كده بتقول له ان في ناس اقوياء جدا زي رؤساء الفصول زي كده، وهو بيقول لها ما تقلقيش، وهي بتقول له انها بتتكلم بجد، وبتقول له ما دام ما حدش يعرف قدراته فالدنيا هتكون تمام، علشان كده مش لازم ان هو يشارك في اي قتالات من غير اي لازمه. وبعد كده بيوصل ماك وساي على المكان، وماك بيشكر بطلنا على كل اللي هو عمله وبيتاسف له على كل اللي هو عمله برضه. وبعد كده دي بتوصل على المكان وبيكون معاها 2 من اكاديميه لينك، والبنت اللي على يمينها دي بيكون اسمها ال، وهي دي مخترعه الروبوتات، والبنت الثانيه بتكون مساعدتها وبيكون اسمها بار. وبعد كده دي بتقول لهم ان الاثنين دول موجودين علشان بعد كده هيكون في تعاون بينهم وما بين اكاديميه لينك. وجوليس بتقول ان اكاديميه سيدو استغلت الموقف اللي حصل دوت، فببساطه كده اكاديميه سيدو اتفقت مع اكاديميه لينك انهم ما يقولوش اللي حصل في معركه سور، في مقابل ان اكاديميه لينك تساعدهم في مشروع جديد. ودي طبعا بتسمع الكلام دوت وبتعرف من نفسها مش عارفه اي حاجه. وبعد كده ايرني بتقرب من ايته وبتقول انها معجبه بيه علشان هو قدر ان هو يهزم الروبوتات بتاعتها. وجوليس وساب بيكونوا غيرانين جدا وبيكونوا متضايقين من الكلام
دوت. وفي اللحظه ديت بار بتلاحظ السلاح اللي مع صايع وبتقول ان اللي اخترعه دوت مخترع كحيان جدا، وزمان كان بيشتغل لصالح اكاديميه لينك. وطبعا صايع بتتعصب جدا وبتقول لها ان اللي بتتكلم عليه دوت بيكون ابويا، وبتقول لها اللي بتتكلم عليه ده بيكون ابويا، ولو ما سحبتش كلامك انا هاذيك دلوقتي. ودي بتقول لو هي عاوزاها انها تسحب كلامها فلازم انها تهزمها في مواجهه. وبار بتقول انها هتواجهها في المسابقات مش هنا، وسايا بتقول لبطلنا انها هتشارك في المباريات وهتبقى شريكته. والكلام دوت بيعصب جوليس جدا انها كمان عاوزه تكون شريكته. هما الاثنين بيفضلوا يتعاركوا لحد ما اليوم بيخلص. المهم ان تاني يوم بطلنا بيروح لايشي علشان يعرف معلومات عن اكاديميه لينك، وبيعرفوا ان اكاديميه لينك بتتقسم لقسمين، القسم الاول وهو قسم البحث، والقسم الثاني هو قسم المبارزين. وقسم البحث هو القسم المسيطر بشكل كبير على الاكاديميه يعني. وبعد كده بنشوف البنت اللي خبط فيها ايتو قبل كده، وبالمناسبه بيكون اسمها كريم، وبنشوف الشخص دوت وهو نازل فيها ضرب. وبعد كده ايتو بيجي ويمسك ايديه وبيقول له ابعد عنها. المهم ان هو بيقول له انا اسمي دوتو وانا بكون عمها، وهو بيقول له مهما كانت صله الاربع ما ينفعش انك تضربها، وبيقول له ما ينفعش تضربها لاي سبب كان، وهو بيقول له انا هنفذ لك كلامك لكن لو هزمت كريم في مواجهه. وبيأمر البنت انها تتواجه معاه، لكن البنت بتحاول انها ترفض فهو بيزعق لها، والبنت بتقول لايته انها مش بتكون عاوزه تقتله لكن ما فيش اي خيار تاني. وبعد كده هي بتطلع سلاحها وبطلنا هو كمان بيطلع سيفه، وبعد كده هي بتهجم عليه لكن هو بيقدر ان هو يتفادى ضرباتها، وهي بتبدا انها تسرع ضرباتها، وبيبدا ان هو يتصدى ليها لحد ما بتوصل جوليس وبتكون متعصبه جدا انها قالت له ان هو ما يخش في اي قتالات في الوقت دوت. وبعد كده نيش بيقول لها ان البنت ديت بتكون اقوى بنت في الاكاديميه، يعني ايته بيكون عليه ضغط جامد جدا، وبعد كده ايته وكرين بيكونوا بيهجموا على بعض وقوتهم تقريبا بتكون متساويه، لكن ايته بيبدا ان هو يفقد السيطره على قوته، وده معناه ان وقته بدا ان هو ينتهي، والختمه يبدا ان هو يقفل على قوته مره ثانيه، ويقرر ان هو ينهي عليه بضربه واحده، واول ما بيهجم عليه بيفقد السيطره على قوته، وهي بتقدر انها تقطع الشاره اللي على هدومه، وهي كده بتكون هي اللي فازت. المهم ان احنا بنشوف بطلنا ايته بيكون خسر، وهي بتروح تعتذر له، وبعد كده جوليس بتروح له وبتقول له انت غبي، مش انا قلت لك دلوقتي انك ما تخشش في اي قتالات في الفتره ديت، وبتقول له انت لما بتدخل القتال بتدخل قصاد اقوى واحده في الاكاديميه، وهو بيكون مصدوم جدا من الكلام ده. وبعد كده بيروح علشان يرتاح شويه، وبعد كده بيكون فاكر ان جوليس متعصبه منه، لكنها بتقول له انها متعصبه شويه بس، وهي بتقول له هي لو كانت مكانه كانت عملت نفس اللي هو عمله دوت، ان عمها طبعا المفروض ما يعملهاش بالمعامله ديت. وهيته طبعا بيفرح من كلامها دوت وبيشكرها، وهي طبعا بترجع تتحرك تاني، وهي طبعا على طول كده بتكون محروقه لكن مالناش دعوه بيها. وبعد كده بنكمل وهي بتقول له اقوى 5 في الاكاديميه واقوى 3 منهم ما قدرش انها تهزمهم، واول واحده هي داي وهي حاصله على المركز الثاني، وبعدها على طول في المركز الاول وهي كريم، وكل دوت وهي بيكون عندها 13 سنه ولحد دلوقتي ما استخدمتش كل قوتها. والشخص الثالث والاخير وهو بيكون بطلنا ايته، وهو طبعا بيكون سامع الكلام ده كله وبيكون مصدوم جدا، وهم دلوقتي لازم يعملوا خطه جديده تانية علشان قوته بقت معروفه دلوقتي. وبعد كده بيكون عاوز يركب شاره جديده بدل اللي اتكسرت ديت، وبيروح لديت، وبنعرف ان تودو بيكون شغال في قسم الاداره وبيكون عاوز يمتلك الاكاديميه بالكامل، وعشان كده هو بيستغل كريم، وهيته طبعا بيكون متضايق من الكلام دوت، وعلشان كده بيكون عاوز يساعد البنت ديت. المهم ان هو بعد كده بيقابل كرين وهي طبعا بتشكره على كل اللي هو عمله عشانها، وبعد كده بيروحوا يقعدوا في مكان كده، وبعد كده بيتمشوا شويه ويبدا طبعا ان هو يتكلم معاه، وهي طبعا بتكون مرتاحه جدا معاه، وبعد كده هي بتساله ايه هو الاسلوب اللي هو استخدمه ضدها في القتال بتاعهم دوت، وهو بيقول لها اسلوب من الاساليب القديمه، وهو بيسالها هي ليه بتقاتل، وهي بتقول له انها علشان تنقذ ابوها من شويه مشاكل كده، وعلشان كده هي بتستعين مع عمها، وهو بيقول لها ان عمها دوت بيكون بيستغلها جامد جدا، وبتقول له انها مش بيكون قدامها اي خيار تاني، وبتفتكر انها عاوزه تحسن من نفسها، وبعد كده بتطلب منه انها تتدرب معاه، وبعد كده بيوصلها للبيت، وبعد كده هو ماشي سايب بتنط عليه من فوق وبتقول له هي مين البنت دي، ويقول لها انها بتكون صديقته كرين، وبعد كده هي بتفكره بالطلب اللي هي طلبته منه قبل كده، وانها عاوزه تكون فريق معاه، لكن هو بيقول لها ان هو كون فريق مع جوليس. المهم ان بعد كده اليوم بيخلص، وتاني يوم طبعا ايتو بيروح للاكاديميه وبيقعد ياكل مع جوليس، ولكنها بتكون متضايقه جدا علشان هي شافته وهو بيتدرب مع كرين الصبح، ويقول لها ان البنت دي طلبت مساعدته وهو مش هيقدر ان هو يخذلها. في نفس الوقت دوت بار كانت راحت عند ايرين وتعرفها ان الخطه قربت تخلص، وبعد كده هي بتروح للكاميرات وتشوف بطلنا وهو بيتدرب مع كرين، وبتقول اللي جاي عليكم هيكون دمار جدا. وبعد كده بنرجع لبطلنا مره تانية وبيلاحظ حاجه غريبه في الغابه، وبعد كده بتظهر الوحوش الغريبه جدا ديت وبتبدا انها تهجم عليهم لحد ما بطلنا بيفعل السيف بتاعه، وعلى طول بيطير ايد الوحش، لكن المفاجاه ان ايد الوحش بعد ما بتطير بتتحول لسائل غريب جدا وبترجع لايده تاني، وبعد كده في وحشين كمان بيهجموا على بطلنا، لكن هو بيقدر ان هو يقطعهم، ولكن بيقدروا انهم يتجددوا مره تانية. وكريم طبعا بتقول انها تجرب اي حاجه جديده، وبتبدا انها تهجم على الوحش بكل غباء، ولما الوحش بيقرر ان هو يرجع مره تانية فهي بتقطعه للمره التانية، والكلام دوت طبعا
تنفع معاه. وساعتها الوحوش ديت بتهرب على الغابه، وبعد كده بيبداوا انهم يهجموا عليهم بطلقات ناريه كتيره جدا. وبعد كده بنشوف ان الارض من تحت بطلنا بتبدا انها تتكسر، لكن كريم بتلحقه في اللحظه الاخيره، ولكن الارض بتتكسر من تحتها وبيقعوا هما الاثنين. وكل دوت بيحصل وايرين بتكون بتراقب كل دوت وبتقول لكل دوت والجد لسه ما اشتغلش. وبعد كده بيكونوا واقعين في الميه، وبعد كده الميه بتكون بتتحرك جامد، وبعد كده بيظهر الوحش الغريب دوت وشكلها كده هتكون مجزره. وبعد كده بطلنا بيبدا ان هو يفعل السيف بتاعه وبيقدر ان هو يصد ضربه الوحش دوت. وبعد كده هي بتقول له انا لو بعيقك فسيبني دلوقتي، ان انا ما اعرفش ليه الناس بتتاذى بسبب انا. وايتو بيقول لها ان هو مش هيسيبها بسبب انها بتكون شخص كويس جدا. طيب لو عجبك الانمي دوت وعاوزني اكمل فيه اكتبولي في الكومنتات، ويلا سلام سلام سلام.